عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عملنا انجليش كيك بطريقة سهلة وبسيطة. انا حبيت النهاردة استخدم قوالب الكب كيك عشان تكون سهلة على الاولاد ويقدروا ياخدوها معاهم المدرسة. معايا المقادير: معايا كوباية ونص من الدقيق المنخول، عليهم رشة ملح، ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، معلقة بيكنج باودر، 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، معانا فاكهة مجففة. طبعا الفاكهة دي مغذية جدا ومفيدة، لو عندنا مكسرات بنقدر نستخدمها مع الفاكهة. كوباية الا ربع من الزبدة، كوباية الا ربع من السكر، ونص كوباية من عصير المانجا. انا النهاردة حبيت اضيف العصير عشان يكون طعم الكيكة بتاعتنا فاكهة وجميلة. طبعا ممكن استخدم اللبن بدل المانجا، نص كوباية لبن او نص كوباية عصير برتقال. نزلنا كده بالزبدة وعليها السكر وهنضربهم كويس لغاية ما السكر يدوب معايا تماما والقوام يبقى كريمي. هنبتدي نضربهم بالشكل ده. طبعا الزبدة بتكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني لو في التلاجة بنطلعها من التلاجة قبل ما نستخدمها. ابتدى القوام يبقى كريم بالشكل ده والسكر داب معانا. هنبتدي ننزل عليها بالبيض بالتدريج. هنزل كده بأول بيضة وهنضربها كويس لغاية ما تختفي معانا تماما. بجد الكيكة دي جميلة جدا ومغذية والأولاد هيحبوها. هننزل الجوانب بالشكل ده عشان كله يتضرب مع بعضه. هنزل كده بالبيضة التانية، مش بننزل بالكمية كلها مرة واحدة. اذكروا الله وصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. نزلنا كده بالبيضة التالتة وهنضرب كويس. عليهم ربع معلقة من الفانيليا. حبيب قلب مستوش اللايك والاشتراك في القناة. هنضيف عليهم نص كوباية من عصير المانجا وهنضرب كويس كده. الخليط جاهز معانا. هنزل كده بمعلقة من البيكنج باودر على كوباية ونص من الدقيق، عليهم رشة ملح، وهنقلب كويس. وهنبتدي ننزل بالدقيق وهنقلب مش بالمضرب، بالمعلقة العادية. قوام الكيكة بتاعتنا بيكون تقيل مش خفيف، مش زي الكيكة العادية. بنقلب كويس بالشكل ده لغاية ما الدقيق يختفي معانا تماما. نزلت كده بالكمية كلها وهنقلب. طبعا انا مشغله الفرن على درجة حرارة 170. بنحطها في الرف اللي في النص. طبعا عشان انا استخدمت قوالب الكب كيك في حجمها صغير فخدت من 30 ل35 دقيقة، لكن لو هنحطها كلها في صينية واحدة او في قالب واحد بتاخد 40 دقيقة. ما شاء الله كوباية ونص دي طلعت معانا كمية كبيرة. طبعا لو هنعمل كمية اكبر بنضاعف المكونات. كده جاهزة معانا، قوامها مناسب. معايا كده معلقة من الدقيق هنزل عليها بالفاكهة المجففة وهنقلبها كويس. طبعا دي مهمة جدا عشان الفاكهة ما تسقطش كلها في قاع الصينية. قلبناها كويس بالشكل ده. هاخد كده معلقتين 3 على الخليط وهنقلب كويس. كده الكيكة جاهزة معانا. هنبتدي نصبها في القوالب. خلاص قلبناها كويس بالشكل ده. طبعا الاولاد حبوا كده نضيف على كام واحدة شوكولات شيبس، فطبعا كانت جميلة جدا برضو. دي اضافة، دي اختيارية بس هما كانوا عايزينها يعني. هننزل كده بالخليط بتاعنا. طبعا مش بنملى القالب كله، النص بس لان لسه حجمها يرتفع. طبعا ما شاء الله الكمية دي عملت الصينية اللي معانا، وعملت كمان قالب
خلاص طبينا بالشكل ده. هنحط بقى فاكهة مجففة كده على الوش عشان يبقى شكلها جميل. حاجة كده جميلة ما شاء الله بتفتح النفس. طبعا الأولاد بيحبوا الحاجة اللي شكلها جميل تفتح نفسهم أكتر. وطبعا هي مفيدة جدا الفاكهة المجففة. والكيكة بتاعتنا مغذية، فيها عصير وفيها زبدة وبيض. هحط بقى كده شوكولات شيبس على الوش بس، مش حطيت في الكيكة من جوه كشكل يعني هم حابينها. طبعا التزيين ده اختياري، ممكن نضيف مكسرات. كده جاهزة معانا، هنحطها في الفرن زي ما انتم شايفين بالشكل ده في الفرن على الرف اللي في النص. القوالب الصغيرة بتاخد من 30 ل35 دقيقة، لو في قالب كبير بتاخد من 40 ل45 دقيقة. وصفة سهلة وبسيطة كده. بعد ما استوت معانا ما شاء الله جميلة جدا، هنسيبها تهدى شوية طبعا. ما صبروش طبعا، هتهدى. اتمنى اللي يجربها تعجبه يكتب لي في الكومنتات. ده القالب الصغير الكيوت. طبعا هو لسه سخن، اللي كان لسه خارج من الفرن ما كملش 5 دقايق. بس ما شاء الله جميلة جدا، تحفة ومستوية من بره ومن جوه، والفاكهة شكلها جميل جدا جدا. احلى انجليش كيك بطريقة سهلة وبسيطة. هنفتح كده ونشوفها طبعا. حاجة كده تحفة ما شاء الله. حابب متنسوش اللايك والاشتراك في القناة ونضغط على كلمة الكل عشان يوصل لنا كل جديد. طبعا دي الاولاد طبعا انا حطيت لهم في المدرسة منها، كانت جميلة جدا وكانت سهلة وبسيطة عليهم. قطعة كده صغيرة، وبالشوكولات شيبس برضو جميلة جدا، الاولاد حبوها. ما تنسونيش باللايك والاشتراك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.